كيف تفكر يا جدع بالكسب بقى. اليوتيوب اوضه وصاله يا جماعه، عاملين ايه؟ بيحب يعمل كده. طب بس بقى عشان بتقفل عندهم كمان. خلاص يا جماعه بقيت خجول قوي، مش قادر اصور في الشارع. بص عشان ما جاتش في الكاميرا كاني مش واخد بالي. خلي بالك احسن واحد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب عبد الله وسيا يا اخي بالله كده يعني. ما قلتلوش والله يا جماعه يقول حاجه دي مش ما فيهاش تكلف، هي خارجه لوحدها. يا جماعه هي امتى الدنيا هتبقى مش زحمه؟ هيحصل امتى؟ امتى هتبقى زحمه في الجنه برضه؟ يوم القيامه هتبقى زحمه ويوم القيامه يعني يا جماعه بجد والله يا جماعه، يعني حد يخرجنا من فيصل والهرم، انقذونا. فاكر يا عم عبد الله زمان لما كنت فلوجر الشارع وبتنزل وبتصور وبتروح وتيجي يهمكش ايام. يا عم ركز معايا الله يكرمك، الله يكرمك ركز معايا، ده فيديو جديد دلوقتي ركز معايا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، على الله يا ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المنزل خير المخرج. معلش نظبط بقى الاجواء لان احنا نتكلم في موضوع حساس قوي. دلوقتي كل واحد في الدنيا عارف ايه الحقوق اللي ليه كويس وايه الحقوق اللي عليه كويس. يعني أنا مثلا دلوقتي عارف حقوق يعني مامتي عليا ايه وحقوق بابايا عليا ايه، حتى لو مش بأديهم بس عارف. الاخت الصغيرة عارفة حقوق اخوها الكبير عليها ايه، وهو كأخ كبير عارف اخته الصغيرة حقوقها عليه ايه. الزوجة عارفة حقوق زوجها ايه، والزوج عارف حقوق زوجته ايه. ولو انت مثلا مأجر محل او شاري محل، فانت عارف حقوق المكان اللي انت قاعد فيه، عارف حقوق المحل اللي انت مأجره ايه، الراجل ده ليه عندك ايه ومالوش عندك ايه. حتى بقى الحقوق دي بتتعمل ما بتتعملش. يعني مثلا دلوقتي وانا قاعد كده جالي ايميل ان في شغلانه والديدلاين بتاعها المفروض يبقى الساعه كذا، فانا دلوقتي حالا عارف ايه الحقوق اللي عليا كويس. فبما اني عارف الحقوق اللي عليا كويس، فهقوم اجيب اللاب بتاعي وابتدي ان انا اشتغل، لان ده حق الشغلانه ان انا اعملها. خدوا بالكم يا جماعه ان دي الحاجات اللي بتزعلنا، ان انت بتبقى عارف حقوقك عند الناس ومقصر معايا وده حقي واحنا عارفين حقوق الناس كويس جدا. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، هل انت عارف حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ايه؟ ده سؤال. السؤال التاني، هل انت مأديها كما ينبغي لو عارفها ولا لأ؟ خلينا في السؤال الأول، يعني هل انت عارف ايه الحاجات اللي انت لو عملتها يبقى أديت حقوقه عليك صلى الله عليه وسلم، وايه الحاجات اللي انت لو ما عملتهاش تبقى ما أديتش الحقوق؟ موضوع الحقوق ده اصلا يعني هنتسأل عليه يوم القيامة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعطوا الطريق حقه. الطريق، فقالوا له ما حقه يا رسول الله؟ قال لهم إماطة الأذى ونشر السلام وغض البصر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الطريق اللي هو جماد ليه حق. أنا عارف إن في ناس بتحب التنطيط في الفلوجات والكلام ده، بس هو الكلام ده الصراحة مش محتاج قواطع جدا لأنه موضوع مهم أوي. فدلوقتي من حقوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علينا ايه؟ من حقوقه نصرة دينه، من حقوقه ان انت تتبع سنته. هل انا بصحى زي ما بيصحى، باكل زي ما بياكل، بدخل الحمام زي ما بيدخل الحمام، بخرج من بيتي زي ما بيخرج من بيته، بدخل بيتي زي ما بيدخل بيته صلى الله عليه وسلم؟ هل انا بحب زي ما سيدنا النبي بيحب صلى الله عليه وسلم، بتجوز زي ما سيدنا النبي بيتجوز؟
بفارق زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفارق؟ طب ما هو كل دي حقوقه، وزي ما قلنا حقوق دي يعني هنتسأل عليها. يعني انت لو عندك امتحان دلوقتي، فانت عارف حقه، قاعد بتذاكر لان في اختبار وهتتسأل. طب ما دي حقوقه اللي لا شك ولا محالة هتتسأل عليها، اذا كان انت يعني اعطي الطريق حقه، يعني الطريق اللي هو الجماد، فما بالنا بقى بحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فهو كان في واحد صاحبي بيقول ايه، آه ما هو بص، يعني يا اما النبي يا الاجنبي يا اما عايش شبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما مش عايش ومفرط ومهمل قوي في الحاجات اللي احنا لسه كنا بنقولها دي والسنن دي، وبشرب زيه وباكل زيه، يعني مش مهم قوي، يعني مستهتر بيها، يعني الحاجات دي مش فارقه قوي، مش حاسس لها بركه. يعني الموضوع بالنسبه لك مش واضح قوي. طب ما هو وبعدين خطير الموضوع. هجيب لكم الكتاب اللي اصلا يعني انا مقصودي في الفيديو ده مش هو طويل ولا قصير ولا في كلام ولا لا، مقصودي الكتاب ده ولفت الانتباه للموضوع لانه مهم. فنجيب الكتاب ونرجع نقول اخر حتة. كمان حاجة، هل انا محافظ على ديني كويس؟ يعني ديني اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعب فيه، هل انا محافظ عليه كويس؟ ممتثل لامره ولسنته كويس؟ يعني كنت بتكلم انا وحد من قريب جدا، فبيقول لي انت بس مش مركز في الموضوع، يعني مش مركز النبي حل الموضوع ده ازاي. في مشكلة، ففي حديث بيحل المشكلة، فانت مش مركز قوي ان هو ده الحل، ومش مركز قوي ان هو علاج نبوي رباني. يعني ما هو علاج نبوي يعني من ربنا، وربنا عالم بيك كويس، فبيديك حاجة يعني تخلص الموضوع وتنجز الموضوع. بس احنا بقى اليقين على الحاجات دي ضعيف شوية. المهم، اللي عايز يستزيد من حقوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويعرفها كويس، الكتاب ده الشفا للقاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى. يعني يا ريت تقرأه. عندك وقت دلوقتي تبتدي تقسم الكتاب وتقرأه، عندك امتحانات دلوقتي تأجل، بس يبقى الكتاب في دماغك لأن الموضوع مهم. المهم يعني أيا كان إن أنت تقرأه، ونحاول ايه. هو الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده اساسا اكبر مني واكبر منكم واكبر من اليوتيوب اللي احنا يعني بنتقابل فيه ده. لكن الحوار ده يعني الشيخ كان بيقول ان انت لو حياتك شكلها عامل كده وما فيهاش اهتمام بالحقوق بالشكل ده، يجب لزاما انك تراجع نفسك، لان مش هينفع تموت والموضوع عامل كده. ولا حاجة كمان مؤلمة شوية كنتش عايز اقولها بس هنقولها، ان انت بقى لو بتيجي يوم الجمعة ومش بتصلي عليه لان هو طالب منك كده، فهو سيدنا النبي اللي طالب الطلب ده بنفسه، ان انت تصلي عليه يوم الجمعة، فاكثروا فيه من الصلاة عليه. فقال لك بقى لو انت ما بتعملش كده كمان يوم الجمعة، فده يعني من اكبر العقوق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، ونشوف بعض ان شاء الله في فيديو تاني قريب. السلام عليكم.